اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. هالصويت إن شاء الله ما تكونوش نسيتوه. هذه مدة عندي شهرين ما هبط لكمش فيديوهات. برشا ناس يسحبوني، وقفت اليوتيوب، جوني كمية من المساجات، آسفة حتى للبنات اللي ما رجعت لكمش لي ميساج، والله كنت لاهية شوي. وفما كمام كنت متهاونة او تنجم تقولوا كسل، جاني الكسل على التصوير. لي زاكتيفيتي والنشاط موجود يوميا كما تعرفوا فاتوم، ولكن جاني كسل على التصوير، راني بخلت على التصوير بصفة غريبة. ولكن راني رجعت لكم، ان شاء الله نرجع لكم فيديوهات باهية كما مستانسين بيا. بالنسبة للفيديو متاع اليوم البنات، راني صورتها عندي مدة، مصورت لكم 2 ولا 3 فيديوهات عندي برشا، ولكن ما هبطتهمش بحكم كنت لاهية شوي، طبعا بعد نقول لكم علاش. دونك فيديو اليوم كما شفتوا الطقس بدي يسخن. بعد رمضان كانت بدت الدنيا الطقس يولي باهي، سخانة، ماذا بينا نقعدوا لبرا، ماذا بينا كيما تشوفوا الحالة. الحالة في الشتي ما نخرجوش لبرا خلاص. دونك كيما شفتوا الحالة متاع التراس متاعي حالة يرثى لها. وتفكرتها اليوم كما تشوفوا فيها راني لابسه توني شويه شتويه، على خاطر قلت لكم الفيديو مصورتها عندي من بعد رمضان، تدسويت بعد رمضان. دونك حبيت ننظف التراس باش نولو كما تعرفوا في كي تسخن الدنيا ماذا بينا نعدو اكثر وقت البرا من اللي داخل. اول حاجه بديت شوفوا كيفاش سيفري القعده لبرا باهيه، ولكن في الشتي كاتاستروف، تقعد تولي الاوراق والحاله والكل، وما نجموش ننظفوا بحكم الامطار ولا الطقس لي زانتومبيري، الطقس يكون خايب، معناه ما يخليناش الفرصه باش ديما ننظفوا البارتي الخارجيه. دونك كيما شفتوا هذا التراس التالاني هو تراس صغير كما ديجا كنت شاركته معكم في فيديوهات سابقة. حبيت ننظفه رابيدمون معكم ونحفزكم شوية. إذا كان عندكم بلاصة خارجية كشوية، ولا تراس ولا بالكون ولا أي بلاصة تنجموا، إذا كان نجم نحفزكم ونعطيكم شوية طاقة إيجابية، علاش لا. وشكون فيكم كيفي البنات اللي تحب التسييق بالمي وتسيبك التويول والميسيل، وماذا بيك ما تحبسيش، ماذا بيك ما توقفيهش خلاص. تعجبني هيك التسييقة كيما في البلاد، نجبدو تيو نبدو نسيقو والمي يمشي نون ستوب، ماذا بينا ما نوقفوش خلاص، على خاطر هو جينيرالمون كي نظفو بالمي راهي الحاجة تنظف خير ما ان بشوية. دونك كيما شفتوا التراب برشا، الغبرة ما تمشي الا ما نسيبو فيها المي بكثرة.
بالنسبة لصالون جاردان، هذا خليتهم لبرا، ما دخلتهمش في الشتي، بما اني ما عنديش جراج، دونك خليتهم اكسبوزي لبرا. وكما تعرفوا الحاجة كي تقعد لبرا تتمسخ في ساع، يعني اوبليجي نغسلهم بالطريقة هذه باش تتنحى الغبرة كلها. ولو فيهم ولو ان الحاجة كي تخلوها في الشمس يعني تتهلك مع الوقت. ماذا بكم اذا كان عندكم بلاصة وين تحطوهم، ماذا بيكم في الشتي ما تخلوهمش لبرا. ولكن جافي با الشوا، خليتهم. شوفوا كيفاش ولت حالتهم. هذاك علاش راني قاعده انظف فيهم بالطريقه هذه. حبيت نستغل الفرصة ونشكر صديقاتي الكل اللي تحيروا عليا واللي بعثوا لي واللي ما بعثوا ليش. برشا بنات بعثوا لي على انستغرام ميساجات، حبوا يسألوني علاش مانيش قاعدة نهبط. فما بنات تنحوا كومبليتمون، عاودوا عملوا ابونمون، تنحت لهم لاشين تاعي. فما بنات لوجوا عليا ما لقونيش، دونك بعثوا لي على الانستغرام. دونك نطمنكم صديقاتي اللي حبيتوني نكمل في اليوتيوب. راني جوست عملت بوز وكيما فسرت لكم بكري شويه الكسل. ان شاء الله ما عادش نبخل، على خاطر عندي هيك النفحات ننفح شويه ومن بعد نتكاسل شويه. ولكن ان شاء الله بقدره ربي نكمل لكم في اليوتيوب على قاعده ونزيدوا نشاط على نشاط. هو كما قلت لكم الانسان الحاجات اللي نديروا فيها كل يوم راهي موجودة كل يوم، يوميا موجودة. يعني مش إنسان وقف اليوتيوب يعني راهو ما عاد يعمل حتى شيء. سيفري موجودة ديما، غير الواحد ساعات يتزاهد على التصوير وكل شيء. ولكن إن شاء الله بقدرة الإله نعمل لكم فيديوهات متواصلة وما نبطاش عليكم. بالنسبة للتراس هذه البنات ما عملنا غلطة، شرينا الكرلاج هذا راهو خايب برشا، ما ننصحكمش به. كان نورمالمون قالوا لنا اونتي ديرابون باش ما يزلقش، ولكن اخترنا اختيار خايب برشا. تشد فيه لي تراس كلها تشد فيه كما شفتوا. راني نحك ونعاود، حاجة ما عجبناش، ولكن للأسف ما نجموش نبدلوه تو سويت. ان شاء الله بقدرة ربي بلوتار نبدلوه، نعملوا حاجة باهية اللي قابلة للتنظيف بسهولة. يمكن يظهر لكم هيك قري مزيان، ولكن خايب على الاخر. ما طريقة التنظيف فيه صعيبة برشا. ولذا بالنسبة للناس اللي يحبوا يعملوا ترافو ويحبوا يعملوا حاجة باهية ما ننصحكمش به. اختاروا ديما، ماذا بكم تستنوا وتختاروا حاجة باهية في عوض تكثر عليكم ومن بعد تولوا تاخذوا في نيمبورت كال شوا الشوا اللي يجي وفي الاخر تندموا عليه وتولوا تعاودوا فيه، وهكا يكون خسرتوا الدوبل وقاعدين تخسروا في فلوسكم بوريان.
وهذه هي النتيجة النهائية. شوفوا محلاها نظافة، محلاها البلاصة كي تكون نظيفة، حتى الواحد يقعد باش يشرب قهيوته على نظافة، يكون مرتاح، تعطيك راحة نفسية. تعب اللي يكون التعب ما مشاش بوريان. ديما الانسان يتعب وفي الاخر يلقى نتيجة باهية. هكي هي الفائدة. فوالا، كانت هذه هي النتيجة النهائية. شو نخليكم تشوفوا معي. بالنسبة للمساحة الخارجية البنات، كما تشوفوا ما عنديش برشا تيران. استغليتها بالفاسون هذه. حتى إذا كان تكون عندكم مساحة صغيرة، ماذا بكم تستغلوها بطريقة ذكية، كيفاش تكونوا مرتاحين في القعدة لبرا. مالقري مازلنا ما كملناش لي ترافو، مازالت عندنا شوية خدمة للدار من الخارج. ماهيش مش تو سويت، إن شاء الله بلوتار باش نكملوها. ولكن حاولوا كيفاش تنسقوا كل شيء باش تكونوا مرتاحين. كانت هذه هي طريقتي في تنظيم الخارج. ان شاء الله بشوي بشوي كل مرة نعمل حاجة معاكم ونشاركها معاكم. ان شاء الله تكون عجبتكم صديقاتي، وتوا نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وبسلامة الناس الكل.